الابتكار والريادة. ما هو أنا دلوقتي شبابي هو اللي هيبتكر حلول للمشاكل اللي موجودة عندي في المستقبل، هو اللي أنا محتاج من دلوقتي أمكنه علشان خاطر إيه؟ يقود المستقبل. عندنا 4 نظريات وركزوا فيها معايا كويس لأنها تشبه مراحل حياة الإنسان. أول مرحلة عندي مرحلة الطفل. الطفل هو بيحاول يمشي يتحرك، بعمل إيه؟ بدعمه واساعده. لما يكبر شويه يبقى في ابتدائي اعدادي كده بعمل ايه؟ هل بدعمه وبمسك بايده ولا بقول بوجهه؟ ده صح يا حبيبي، ده غلط. لما يكبر شويه يخش ثانوي بقى والجامعه استخدم معاه نموذج اسمه التفويض. اسمه ايه؟ لا، روح مكاني يا ابن العزم، روح مكاني يا ابن الفرح الفلاني، روح يا ابني مكان اشتري الحاجه، روح يا ابني مع مامتك مشوار كذا. بدات افوضه علشان ايه؟ عشان اعده في يوم من الايام يبقى مكاني. يبقى انا باعد تابعين ورعايه واتباع ولا باعد قائد؟ يمسك هو الدركسيون بقى، سوق بقى يا ابني، علشان اعرفه وادربه واهله مهما اديكوا دورات وكورسات ودكتوراه في قياده السياره. تفرق تماما عن انك تركب العربيه وتبدا تسوق، صح؟ المعلومه النظريه حاجه والعمليه ايه؟ حاجه تانية خالص. وهو ده مفهوم القياده الحقيقي اللي بيوصلنا ان احنا نقدر نخطط بطريقه استراتيجيه. وازاي اخطط للمستقبل على مدى قصير ومتوسط وطويل المدى؟ التركيز على المستقبل.